ايش يعني معقول انا اعبد حجر؟ معقول قرايبي قاعدين بيعبدوا اله صنم من تمر، ولما جاعوا اكلوا؟ حتى نزل جبريل عليه على جبل النور في الغار، فجبده اليه وغصه. هنا قال جبذني، غصني، ارسلني. قال اقرأ. قال ما انا بقارئ. قال ثم جبذني ثانية وغصني وارسلني. قال اقرأ. قال ما انا بقارئ. قال ثم جبذني الثالثة وغصني وارسلني، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. هنا سيدي صلى الله عليه وسلم نزل مسرعا من الجبل تجاه خديجة رضي الله تعالى عنها، وصل إليها بعد ركض مسافة طويلة جدا، فقال دثريني دثريني، زمليني زمليني. فست خديجة الحنونة غطته وآوته ودثرته وزملته وسألته مالك يا حبيبي؟ فحكى لها الحكاية، فقالت له اسمع ابن عمي ورقة بن نوفل سمعته بيحكي بأشياء إنه في آخر الزمان راح يجي واحد يغير فيه الله العالم. فأخذته وراحت عند ابن عمها ورقة بن نوفل، فحدثه عن الناموس الذي رآه، يعني عن جبريل عليه السلام. فقال يا محمد إني لأرجو أن تكون أنت نبي آخر الزمان، وإن هذا الناموس ما جاء على نبي إلا طرده قومه من بلدته، إلا طرده قومه من بلدته وأخرجوه. فقال سيدي هو مخرجيهم؟ أقول أنا بحبوني كلهم، يعني هي أكبر منه 15 سنة صح، وشد حيله كتير، أحلى واحد فيهم، كان جميلا وسيما قصيما، وسيم قصيم من شدة جماله، جماله تختلط فيه الهيبة، فمن هيبته لا تستطيع أن تملأ عينيك منه، تلاقي حاجة تطلع وتنزل عينك، تطلع وتنزل عينك من عظمة قناعته صلى الله عليه وسلم. كانت تستناه خديجة، فكانت الباب برا على الباب تستناه. فأول ما وصل حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أخذت يده فوضعتها على صدرها ووضعت خدها عليها وقالت يا محمد لئن كنت أنت نبي آخر الزمان حدث ربك عني أنني آمنت بك وبأخلاقك، احكي له أني وقفت معك وأني سندتك وأنني آمنت أنك ستغير الباطل الذي نعيش فيه هنا. هذا قبل الإسلام، فطرة سليمة هي.